اليوم سيكون الصراع في خط وسط الميدان صوفا وكريم الأحمدي، بينما لدينا كرة مغربية حكيمي لكن بعيد الماضية أمام منتخب البرتغال. تمشي كرة لنور الدين مرابط من قرارات تحكيمية، ربما نقطة ربما الانتصار في مباراة البرتغال، لأنه آمنا بحظوظنا وبفرصنا من أجل الإبقاء على الأمل. جهة اليمنى والموجود كارباخال، عملية المرور لم تكن ممكنة في المنافسة. انيستا، هذه كرة خطيرة ملعوبة في الجهة اليسرى، المتابعة ممتازة. هنا التصدي وأول اختبار لحارس المرمى منير المحمدي. هنا كارباخال ينطلق في الجهة اليمنى، لازم الى التغطية، بعد ذلك تخرج هنا مباشرة إلى هو الركنية. يقول الحكم نتابع هنا الرقابة لهداف وكوليادور لاروخا البرازيل 2014، وأول كأس عالمية كانت في 2010 بجنوب افريقيا. الصافرة من جديد وركلة حرة في هذه الأثناء. أعصابك يا مرابط، أعصابك في هذه اللحظات، أعصابك يا نور الدين يا مرابط، هدوءك في هذه الأثناء. صراع بينه وبين راموس. نعم لا نستغرب مثل هذه المواجهة. جهة اليسرى هنا ملعوبة من إسكو داخل منطقة الجزاء، والتعطية رائعة تصل لكارباخال. حذاري من هذه الكرة العرضية سريعة. سير أخويا، سير أخويا، سير. يا جول، يا جول، يا جول، يا جول. انتظرنا طويلا هذه اللحظة يا خالد يا أبو طيب. نعم يفعل في انفراد أمام حارس المرمى. دخية خطأ فادح وأبو طيب لم يرحمهم. انيستا على الجهة اليسرى، حذر من التسديد. انيستا يسدد 1-2. طلع كرة، طلع كرة، ما يمرش، خطيرة خطيرة. التعادل للاروخا. رد بالك من الجهة اليسرى، مرور كان سريعا. الجهة التي يتواجد فيها اللاعب نبيل دراسة مشاهد فكرة. هذا هو الهدف رقم 11 مع المنتخب الاسباني، بينما كرة ملعوبة في الجهة اليسرى. انيستا دائما الرسام دوري اخر، تنفذ هذه الركنية على القائمة الثاني ومنير المحمدي في الاستلام. ما يمرش دييغو كوستا، ما يمرش. برافو عند بيال، ينطلق يا ابو طيب. الثاني هو جول. 3 مقابل لا شيء، وهذا الامر ربما يكون عنده تاثير سلبي. كيف ضيعنا تلك المباراه؟ بينما هذه خطيره 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 يا دييغو للاعب إسكو، يرتكز على البا حكيمي بالراس. الرسام انيستا امام الطواحين الهولنديه في خطا وفي انذار. نتابع للركله الحره على الجانبيه لفائده المنتخب الاسباني، كبير داخل منطقه الجزاء، وراقب على الخصوص لدييغو كوستا. اليسرى لفائده لاروخا. انيستا يلعب بينيه، رائع انيستا. خطا يا اشرف، خطا يا اشرف، حذاري من هذه الكره. البا جوردي البا على الجهه اليسرى، حذاري من انيستا، حذاري من انيستا على الجهه اليسرى. شوف هنا الاصطدام العفوي كوستا، اذا ستلعب من دافيد سيلفا. جدار متقدم انيستا، خطير انيستا. طلع كرة ينبوك، طلع الكرة ينبارك، والحكم يصفر الخطا. نعم دوره في الدفاع ويترك الكلمة للإسبان راسية لكن بعيدة تماما. نعم هذا ما يبحث عنه بالنسبة لزين الدين زيدان، والهدف الأسطوري لزين الدين زيدان. سيلفا يترك ليسكو، مرفوع على القائمة الثاني. المراقبة كانت موجودة بالفلجية اليسرى. حكيمي يمرر فرصة تسديد مرة تالية. الأخيرة من عمر هذا الشوط. حذاري من انيستا، حذاري من انيستا. في كل مرة يستلم فيها انيستا الكرة إلا وتكون الخطورة. دقائق الجولة الأولى كان محاصرة من الثنائي مروان داكوستا. دائما تبقى مغربية عارضية داخل منطقة الجزاء. القائمة الثانية نعم لكريستيانو رونالدو. مرابط ينطلق مرة، لكن وين يا مرابط؟ عندك المجال يتقدم. هناك لمسة يد، هناك لمسة يد يا لوزباكي. يعني في بعض الأحيان حرام علينا وحلال عليهم. كثيرا في الصوب، بينما كرة ودخية توقيت الخروج ممتاز. مغربية بإمكان التسديد. يونس
يونس والكرة تطول. سنرى نفس الحكاية ونفس الرواية ونفس السيناريو. نعم الاستحواذ خطيرة. دافيد سيلفا يدخل ما يسددش. دافيد سيلفا. نبيل درار كورتك يا نبيل تتركها إلى منير المحمدي. نعم لا مشاكل في المنتخب المغربي. هذا ويسكو العرضية كارفاخال. العرضية كارفاخال في نهاية الأمر ركنية. نعم ركنية إسبانية. منير المحمدي بالفعل حاضر. نور الدين مرابط التسديدة. يا للحد العاثر يا نور الدين يا مرابط. معلش يا مرابط خيرة في غيرة خيرة في غيرة. عليها يا مرابط. سدد يا كريم سدد يا كريم. هنا يتجرؤون يتمردون على الدفاعات يا الإسبانية. هناك مشكل منذ سنوات في محور دفاع المنتخب الإسباني. هذه الإعادة عيدها يا مخرج واستمتع بها يا مخرج واستمتع بها يا مشاهد. ليس منتخب عادي. هذا ليس منتخب متواضع. هؤلاء أسود أكدوا بأنهم قادرون على كسب الريان. إسبانيا خطيرة في القائمة الأول. أسعدنا كثيرا تصل الكرة في الجهة اليمنى خطيرة. لكن هدفين ضد البرتغال وهدف لطيران. كرة أمامية خطيرة. عندك الآن الامتحان. كرة مرفوعة من انيستا. حذري من التمرير حذري من الكرة الضايعة. هذه عرضية لفائدة المنتخب الإسباني. مرفوعة يا ديرار يا ديرار يا ديرار. ما تخليش يضرب ما تخليش يضرب الكرة يا ديرار. كما قال رونار سنلعب وكأنها مباراة نهائي. مراقب من ديرار. ترجع مرة أخرى لإيسكو. ستتواصل الحياة ستتواصل والمشوار سيتواصل. قطار مرور السنوات يعني زادت الخبرة. ولكن هناك تحدي آخر في كأس إفريقيا. حذاري من واتو خطيرة. قدم الكرة أكثر من اللزوم. لعب دافيد سيلفا. عادت الحياة عاد الأمل عادت المجموعة عادت الروح وعادت الانتصارات. وعدنا إلى العالمية كبيرة. عليك أن تلعب بهذه الطريقة. إنيستا العرضية والعزيمة حاضرة والعرضية حاضرة. لكن المتابع 30,000 مغربي حاضرون بكالينغراد. نادي ريال مدريد يا السنوات الماضية. كرة مرفوعة. هي الصورة أمامكم والدليل أمامكم. كرة في الجهة اليمنى. وحدة الدين لكن يقرأ بشكل ممتاز. ترجع مرة أخرى مغربية. ديرار يرسل أمامية. اليوم مغربي في نهائيات كأس العالم. بعدها توالت الأهداف. ولا ننسى كذلك هدف الغزواني في مرمى البلغاريين 1-1. على الأقل يعني سجلنا هدف بهدف غادر. هدف الدقائق الأخيرة من ماتيوس لوتير. المغرب وبلجيكا في 94 يعني مع الشاوش مع كذلك الباجاوي الباشا. وانتصار كان لنا وهنا فرصة لنا في الجهة اليمنى ناحية اللاعب نصيري. ولكن تطور بعد ذلك فوز فيها. وهذا حصل في 94 أمام بلجيكا. لزياش تعصيب هذه العرضية. زياش كمان يفعل. لكن بيكي أخرى الفار في اعتقادي خدم المنتخبات الكبيرة. جول 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 هدف انسيري. هدف ولا في الأحلام. هدف ولا في الخيال. هدف في مرمى الإسبان. أخيرا جبناها. أخيرا حطينا في الشبكة الإسبانية. انتظرنا طويلا يا نصيري. السماء روسيا. هذه العرضية حذاري. حتى في مرمى دخيا. حذاري من هذه اللقطة. كرة للجهة اليسرى. انيستا العرضية مرة جانبية. مرت سليمة هذه على المرمى. لا يعرفون المستحيل. المستحيل ليس مغربيا. الأخير على نهاية الوقت الأصلي أمام يد الكرة. اخرج يا منير. أراي هذه الصورة لا توصف صراحة. يعجز الوصف. حذاري من هذه الكرة. رودريغو خطيرة. ومثل هذه الكرات. الحمد لله فيها صافرة. الحمد لله فيها صافرة وفيها راية. الحمد لله فيها صافرة وراية.
المنتخب المغربي. حتى الحكم إيرماتوف سيلجأ إلى الفيديو. نعم يقر الهدف في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. هدف التعادل مع الأسف في الوقت البدل الضايع. قلت مشاهدينا الكرام هنا الحكم أقر الهدف، واحتجاج قوي من العناصر المغربية على قرار الحكم. طبعا الراية كانت مرفوعة بعد مروان داكوستا يرسل أمامية فرصة هنا، لكن معي وصلت الكرة. أنت تلعب نعم أمام نجوم البارسا والريال. فيها خطأ نعم فيصل فاشكيتس، لكن المتابعة من نور الدين. يا نور الدين ركلة مرمى بالفعل. إذا انتهت الأمور والحكم بعد تنفيذ ركلة المرمى سيعلن على نهاية المباراة. مباراة تاريخية ومباراة شجاعة ومباراة فعلا لم تخرج عن سياق المباراتين الماضيتين، لأن الأداء فعلا كان مبهر وأداء كان أكثر من رائع في هذه البطولة، ولكن كمية قاسية كرة القدم وكمية ظالمة أحكام كرة القدم أن نخرج بهذا الشكل.